عشان هيقعقع دواء هتضيع هضرب لك هتضيع يا ابني طالما على حديد الزمالك طلع على كيف ده؟ والله لازم نمشوه ما تضيعش يا علي البطولة دي لو جول خدنا البطولة مش جول ما خدناش البطولة يلا اقسم بالله مش ممكن يا جماعة ايوه والله لا 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 الجماهير يا جماعة الجماهير دي يا جماعة كانت فرحتنا بجون علي معلول الهدف الاول والهدف التعادل للنادي الاهلي وطبعا فرحة ما اعرفش اوصفها بصراحة فرحة يعني بطعم الفوز اصلا يعني الجون ده اصلا كده كان باين انه بطعم الفوز لان الاهلي ما ينفعش تغمض عينيك مع الاهلي يوم ما يجيبوا جون في الدقيقة 94 ترد انت في بعدها بدقيقة على طول تجيب ضربة جزاء من كرة ميتة من اصرار الشحات ضربة جزاء من خطأ فادح لإلياس الجلاصي بصراحة يعني الكرة كانت ميتة أو متطرفة شوية بس هو خير للنادي الأهلي طبعا إنه عمل كده والحمد لله إن الأهلي قدر يتعادل ويفوز كمان بهدف القندوسي في الدقيقة 107 من الشوط الرابع والحمد لله إن يعني إحنا قدرنا صفحة بقى واتقلبت لأن بصراحة الماتش ده مش عايز أعقب عليه خالص بس يعني ايه ضربة الجزاء ما كانتش محتاجة اصلا انها تشيك على الفار ولا حاجة هي باينة في البث المباشر ان هي ضربة جزاء عيني عينك والحمد لله يعني طبعا احنا يعني الماتش كله شوية هنا وشوية هنا شوية على النصر والزمالك وشوية على الاهلي والمصري طبعا ما كانش يعني تعادل يعني تعادل الكورة خليها الساعة يا عم خليها الساعة 5 خلي الماتش الساعة 7 5 مش مع بعضيهم طب انت عارف ان الزمالك هيلعب الساعة 6 انا مش ما بشجعش الزمالك بس الزمالك خسر كعادته بس الفريق اللي اسمه الاتحاد المنستيري ده خد مكانه في الحصاله يعني للاسف خد مكانه الحصاله بس هو 4 نقط طبعا مش حصاله قوي كده تالت رقم 3 في المجموعه بتاعته بس طبعا كانت ناس كتير كانت فاكره ان الاهلي خرج والزمالك خرج ويقول لك تعيرني ولا عايرك والهم تعيرني وطيرك فجاه يشاء القدر الاهلي يجيله ضربه جزاء في الدقيقه 95 وخلاص وقت ميت ونكسب الحمد لله يعني ضربه الجزاء تيجي نجيب جون ونلعب شوطين اضافيين والجون يجي قندوسي وخلاص بس احنا بنتكلم نعقب على ماتش الزمالك والنصر كده على السريع الزمالك ضيع فوز لان الاهلي لو في البطوله دي اقسم بالله الاهلي لو في البطوله دي يكسب اي فريق الاهلي قاهر اي فريق في اي بطوله دي رج الوداد والزمالك والترجي مفيش الا الرجاء طب انا مش فاهم يعني الفيلم بتاع افريقيا فتحتونا ايه يا جماعه مفيش حد في افريقيا خالص هو طبعا دي عندك انا عندي حق في دي مفيش حد في افريقيا الاهلي هو الاهلي لو البطوله دي الاهلي اقسم بالله كان صعد نهائي على طول وخد البطوله كمان سهله جدا جدا البطوله النصر فاضي والله سيبك من الصفقات صفقات ايه بس هو كريستيانو خلص في كوره